بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. وكان فضل الله عليك عظيما. بداية بعتذر للآلاف من الإخوة والأصدقاء اللي تواصلوا معايا خلال الأيام الماضية، لأن صوتي طول الأيام الماضية كان مقطوعا تماما، ما كنتش حتى قادر أتكلم. والدتي اتهبلت لما سمعتني بكلمها وهو مش صوتي. فأنا بعتذر على عدم قدرتي على الرد على آلاف، وأنا أعني آلاف الاتصالات. التليفون لا يتوقف لثانية واحدة. فأنا متأكد إن أنتم بمحبتكم هتلتمسوا لي العذر، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى لم يخيب ظننا ولا رجعنا، ولم يخيب شعوري وإيماني بأهلي في المنصورة ولا مختلف ربوع مصر. كان في اتخلقت حالة عظيمة جدا جدا جدا، بعتت بشعاع النور ورسالة الأمل. أنا راهنت على وعي أهل المنصورة ولم يخيبوا ظني بهذه النتيجة العظيمة اللي ما كانتش متوقعة بالنسبة لي. وللأمانة حتى أرد الفضل لأهله، حتى ما قبل إعلان السيد الرئيس وبيانه بما شابه الانتخابات في المرحلة الأولى من سلبيات، أنا كان جوايا حالة من الريبة والشك، لكن تأكد يقيني بعد هذا البيان. والحمد لله خرجت الانتخابات بهذه الصورة المشرفة. حصلنا على الأصوات كما ينبغي أن تكون. يمكن في بعض السلبيات في بعض اللجان ودي مقدمين عليها طعون، لكن كقاعدة بفضل الله تعالى كل شيء تم على قدم وساق. قام القضاء بدوره، قامت الشرطة بدورها في محيط اللجان وداخل اللجان في حدود الممكن، رغم المال السياسي الذي أزكم الأنوف في مختلف الحواري والمناطق الضيقة والتجارة الرخيصة بأهلنا البسطاء. لكن الحقيقة ملحمة عملها أهل المنصورة، رغم محاولة التضييق وتمزيق بعض اللافتات اللي تبرع بها الأصدقاء. 5-6 لافتات تبرع بيهم حد قدام نادي جزيرة الورد اتقطعوا. كان الرد من الناس إيه؟ إن الناس بفضل الله تعالى تفاعلوا معنا أكثر، وعلقنا يافطة. كل اللي عملناه بتاع اللي هو بانر بعمود متر في متر على الأعمدة. انتصر هذا البانر الصغير وإرادة المواطن ووعي المواطن، وحصلنا على هذه النسبة غير المسبوقة. ويمكن الأمر معلق على أصوات الخارج. يمكن لو ربنا أراد عندما تعلن نتيجة أصوات الخارج ربنا يكرمنا ونفوز بدون حاجة للإعادة، لكن النتيجة دي في حد ذاتها كافية وشافية ومرضية، أراحت قلبي وبعثت برسالة الأمل وشعاع النور لمختلف الحارمين في ربوع الوطن. اجتهد، الناس تستطيع أن تستبين الخبيث من الطيب. أهو أنت شفت المواطن في المنصورة رغم الإغراءات. في ناس كنت بمر على اللجان الاقي ست تشوفني كده وشايفة العربية عليها البانر بتاعي، تقول لي على فكرة يا دكتور أنا رحت صوتت رغم إن أنا واخدة فلوس وصوتت لك لأن أنت اللي تستاهل الصوت. المواطن مش غبي. قمة الاحتقار إن أنت تستغبي المواطن وتتاجر بآلامه وتتاجر بفقره في وقت إن أنت محتاج له بس. إذا طب وأنت كنت فين طول الفترة اللي فاتت؟ لا، هي تجارة رخيصة بالوطن والمواطن، ولكن في النهاية انتصر الوعي، انتصرت إرادة المواطن. أقدر أقول إن كل صوت بفضل الله تعالى حصلنا عليه هو صوت حلال، صوت مشروع. ده الصوت اللي احنا نتمنى أن يسود في مختلف ربوع الوطن. أهل المنصورة قدموا درس وملحمة عظيمة جدا. الآلاف نزلوا وصوتوا ودافعوا عن هذا الحق، وحصلنا على تلك النسبة غير المسبوقة وغير المتوقعة بالنسبة لي أنا شخصيا بفضل الله تعالى. دي رسالة أمل للجميع. أنا محتاج أوجه شكر للفريق اللي اشتغل معايا على قدنا بحدود إمكاناتنا. ما صرفناش، أنا شخصيا ما صرفتش جنيه، وأنا يعني الكلمة ما فيش جنيه اتصرف. كل الحكاية اللي بيقدم مش عارف كذا، واللي يجيب إزازتين حاجة ساعة، واللي يجيب ما عارفش كذا، واللي يتبرع بمقر، واللي يتبرع ببنرين، واللي يتبرع بجوابات لبعض الناس، كلهم محبين وأصدقاء في حدود الممكن، حتى بفضل الله تعالى عبرنا. إذن هي رسالة من أسوان لإسكندرية، حاولوا تقدموا النموذج اللي انتم شايفينه أفضل، لأن بلدنا مش سيبك من رضا عبد السلام. أنا عايز أقول من هذه التجربة وانتم تعلموا هذا الكلام من القلب، اللي أنا عايز أقوله هذه التجربة بعتت برسالة الأمل ليا وللمجتهدين في مختلف المحافظات. قدموا الأفضل، والناس ذواق المواطن المصري ده ذهب. شيل التراب اللي عليه، أصله معدنه أصيل ومعدنه طيب. أديك شفته إيه اللي اتعمل، لا إنفاق ولا مال سياسي، وبفضل الله تعالى انتصرت إرادة المواطن، لأنه هو ده اللي بلدنا المفروض بتدور عليه. إحنا النهاردة إذا كان الرئيس أو أي حد عشان ينجح هينجح بمين؟ بالمال السياسي؟ بالمفسدين؟ أدينا شفنا الوضع. لا، ده ما يبنيش وطن يا حضرات. إحنا عايزين بلدنا تطلع لقدام في كل الأحوال. أنا بشكر المواطن المصري، بشكر المواطن المصري في كل مكان، بشكر الشراوة
ودي شكر خاص لاهل الشرقيه، لان الناس دول كانوا هيتجننوا ويتصلوا باهالينا في المنصوره، وفلان يكلمني يقول لي يا دكتور ما قابلني قدام اللجان فلان قريب اللي في فاقوس ولا صاحبي ولا التاجر قال لي تنزل للدكتور. المواطنين في كل مكان، المصريين في الخارج، ملحمه عظيمه جدا اجتمعت حولي. انا اتصور ان معركه الوعي اثمرت. اهل بلدي، اهل السنبلاويه، الحمله بتاعتي، الفريق اللي اشتغل معايا بكل اخلاص ما خدش جنيه، الناس اللي اشتغلوا معايا وتحركوا معايا في مختلف الاحياء، ولن انسى فضل احدهم، الجميع وبلا استثناء، من صغير وكبير لشباب لعجوز لرجل لامراه لمسلم لمسيحي. شفنا ملحمه عظيمه جدا شاركوا في هذه المعركه الانتخابيه الشريفه. حاولنا نتعامل بشرف رغم الضربات والطعنات الرهيبه جدا. خلال فتره تعرضنا لاذى وبعض الايام الضربات، وكنا بنشعر بالم كبير، لكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم وحكمه نافذ. فالحقيقه ملحمه شارك فيها الجميع، لابد ان يشكر فيها الجميع. علاقتي بالسادة المرشحين إذا شاء المولى عز وجل وعبرنا بعض أصوات المصريين بالخارج فبها ونعمت. إذا تعذر ذلك ففي فترة الإعادة هيكون علاقتي وتظل علاقتي بالسادة المرشحين علاقة محترمة وعلى مسافة واحدة من كل السادة المرشحين. وبدعو المواطن إذا كان في إعادة لا تتراجع، لا تتردد، استمر بذات الحماس. المصريين في الخارج في كل مكان إن شاء الله ننزل وندافع عن هذا الحق ونحافظ على هذا الحق، لأن احنا عملنا تجربة كل مصر بتتكلم عليه، من أسوان لإسكندرية الكل بيتكلم على رضا عبد السلام اللي ربنا أكرمه وفاز أو حصل على تلك الأصوات أضعاف أصوات باقي المرشحين. شيء عظيم جدا صنعوا مين؟ صنعوا إخلاص ووعي المواطن المنصوري. كلمات الشكر لا تكفيكم. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وبدعي المولى عز وجل أن يجعلني عند حسن ظنكم، وإذا ربنا أكرمنا فعلا نؤدي دورنا سواء بخدمة المواطن من خلال الخدمات والمجالس اللي هنشكلها على مستوى مدينة المنصورة، وهنشتغل عشان محافظة الدهلية ككل والدولة المصرية ككل بحكم العلم اللي اتعلمناه. مش هنروح علشان نزعق في البرلمان، هنروح عشان نقدم حلول لمشاكل الوطن بحكم العلم والدراسات والتجارب ورسائل الدكتوراه والبحوث والتجارب اللي اشتغلناها مع دول الخليج. إن شاء الله ننفذها في بلدنا، لأن مصر تستحق إن احنا نحبها بجد. بشكركم شكرا جزيلا، وربنا يوفقنا جميعا في القادم، وجمعة مباركة علينا وعليكم.